السلام عليكم، مرحبا إخواني أينما كنتم. مبروك للمنتخب المغربي بالفوز على منتخب ليسوتو 7-0، وتفوق كذلك بالفوز على منتخب الجابون. وكما قلت لكم في آخر فيديو أن استبعاد حكيم زياش أعطى فرصة كبيرة لإبراهيم دياز، حيث رأيتم كيف تفوق دياز خلال مباراتين بتسجيله 5 أهداف. منتخب المغرب دخل المباراة بمعنويات مرتفعة وأريحية تامة، بكونه ضمن تأهل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة حتى الآن برصيد 18 نقطة، بالإضافة أنه البلد المستضيف إلى كان 2025، وحيث كذلك سجل سفيان رحيمي هدفين في هذه المباراة، وتفوق الرائع لإبراهيم دياز لفريق ريال مدريد. ولهذا تعد المباراة اليوم بإنجاز تدريبي العناصر التي المباريات في تسويات إخواني. وصلنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.